طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب الآية والمسهل بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس يتوجه إلى إثيوبيا في زيارة عمل. سيمينار حول الثروة السياحية بإقليم عسبة. تنظيم انتخابات مدراء الضواحي في أفعبت وأدوبها. أمريكا تعرقل موافقة أممية لمساعدة كوريا الشمالية. مقتل 12 والمشتبه به في إطلاق النار بحانة في كاليفورنيا. وعشرة قتلى في شغب بسجن في طاجكستان. مرحبا بكم. توجه فخامة الرئيس إسياس أفورقي في الساعة 9 من صباح اليوم إلى إثيوبيا في زيارة عمل تلبية لدعوة رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد. وكان في استقباله لدى وصوله مدينة غوندر رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد ونائب رئيس الوزراء السيد دمك مكونن ومدير إقليم الأمحرة السيد جيدو أندرغاتشو وعدد كبير من المسؤولين ورجال الدين. وسيبحث فخامة الرئيس إسياس أفورقي مع رئيس الوزراء أبي أحمد في مدينة غوندر سير تنفيذ اتفاقية السلام والصداقة الموقعة في أسمرة في 9 من يوليو. كما سيلتقي كل من فخامة الرئيس إسياس أفورقي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد وفخامة رئيس جمهورية الصومال محمد عبد الله محمد لبحث تنفيذ الإعلان المشترك للتعاون العام الذي وقع عليه زعماء الثلاثة في أسمرة في 5 من سبتمبر. بالإضافة لذلك سيتفقد فخامة الرئيس إسياس أفورقي المواقع التاريخية والتنموية في غوندر وبحر دار بإقليم الأمحرة. يرافق فخامة الرئيس إسياس أفورقي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان جبرآب والمدير في مكتب الرئيس السيد أمين حسين. ويضم الإعلان المشترك الذي أصدرته دول إريتريا وجمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية وجمهورية الصومال الاتحادية في أسمرة يضم 4 أعمدة لخلق علاقات متينة بما يضمن مصلحة شعوبها وبناء روابط وتعاون عال في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والعمل المشترك لسلام وأمن واستقرار القرن الأفريقي وما بعده وتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه النقاط. عقد سيمينار لأعضاء وزارة السياحة ومسؤولي المؤسسات التجارية بإقليم عنسبة وذلك لرفع معارفهم حول الثروات السياحية وطرق تقديم الخدمات المرضية للعملاء. ودعا المدير العام لقسم السياحة بإقليم عنسبة السيد سالم علي في السيمينار الذي جرى بحاضرة الإقليم في 7 من نوفمبر الجاري، دعا أصحاب المؤسسات الخدمية للاستفادة المثلى من الثروات السياحية بالإقليم وذلك عبر العمل المنسق مع أعضاء وزارة السياحة. وقدم في السيمينار تنويرا حول قسم السياحة والثروات السياحية بالإقليم والتحديات التي تظهر أثناء العمل وطرق حلها. من جانبه أوضح رئيس اتحاد المؤسسات الخدمية بإقليم عنسبة الأستاذ هبتيسوس جبر العل أن عملهم لا يمكن أن يتطوروا في غياب دعم وتعاون أعضاء قسم السياحة وهو ما يدفعهم لتقوية العمل المشترك مع القسم وتعزيزه. من جهة أخرى قدم في مدينة مندفرة سيمينار تنويري لأصحاب المؤسسات التجارية وعمالها حول مكافحة الأمراض المعدية بصفة عامة ومرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز بصفة خاصة. وأوضح مسؤول وحدة مكافحة مرضى الإيدز بفرع وزارة الصحة بالإقليم الجنوبية السيد الصفاو جبر ميكائيل أوضح أن رفع وعي الشباب حول المرض وخلق البيئة التفاكرية لهم يعتبر من الطرق المؤثرة في مكافحة الأمراض المعدية. كما ذكرت المدير العام لقسم السياحة بالإقليم الجنوبية السيدة أسمرة أبرهة ذكرت الدور الكبير للمؤسسات الخدمية في مكافحة الأمراض المعدية داعية للعمل بقوة في هذا الاتجاه. جرت في مديريتي أفعبت وأدوبها بإقليم شمال البحر الأحمر انتخابات مدراء الضواحي ولجان القرى. وجرت الانتخابات في مديرية أفعبت من 28 من أكتوبر وحتى 5 من نوفمبر، وفي مديرية أدوبها من 1 من أكتوبر وحتى 3 من نوفمبر في جميع ضواحي المديريتين.
وأوضح مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب ومدير مديرية أدوبحة السيد إدريس علي في الكلمات التي ألقياها، أوضح أن المدراء السابقين نفذوا المهام الموكلة إليهم بتفان وإخلاص، داعين المدراء الجدد لخدمة شعبهم بإخلاص إدراكا منهم للأمانة الملقاة على عاتقهم. وناشد المدراء المنتخبون المواطنين للتعاون معهم لإنجاز مهامهم بنجاح. نظم مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة سيمينارا تنويريا حول مرض الحصبة والحميرة الحصبة الألمانية. وأوضح مسؤول صحة الأسرة والمجتمع السيد بنيام في الساعتين في السيمينار الذي عقد بمدينة كرن بحضور مدراء الضواحي ومسؤولي جبهة والاتحادات الوطنية ورجال الدين والأعيان. أوضح أن مرض الحصبة الألمانية المعدي ينتقل عبر الفيروسات ويصيب الأطفال متسببا في الإعاقة والوفاة، حيث دعا المجتمع عامة لمتابعة الأبناء وتطعيمهم إدراكا لأضرار المرض. وذكر السيد بنام في الساعتين بأن مرض الحصبة الألمانية قد يؤثر على الجنين وهو في رحم والدته، مما يسبب في ولادة الطفل مشوها ومصابا بمرض وفقدان النظر أو السمع، وكذلك التأخر في نموه العقلي والجسدي أو حدوث حالات الإجهاض وولادة الجنين ميتا عند الحامل. وأشار السيد بنام في الساعتين بأن التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية سيبدأ من 15 من نوفمبر في كافة المؤسسات الصحية في المناطق النائية من الإقليم والمدارس، مع وضع الاعتبار للتضاريس، ومن 21 وحتى 30 من نوفمبر في مدن وبلدات الإقليم للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 15 عاما. وأشار مسؤول التعبئة والمعلومات في مكتب وزارة الصحة بإقليم عنسبة السيد تسفى ألم مسقانة إلى أن المكتب قام بالاستعدادات اللازمة لإنجاح حملة التطعيم وتغطية 95% من الإقليم، داعيا لتعاون المواطنين في حملة التطعيم. من جانبه دعا مدير مدينة كرن السيد الإزقي داويت دعا السكان للتعاون الإيجابي مع الكادر الصحي. مشاهدينا فاصل قصير ثم الأخبار على الصعيد العالمي. أصلت وثائق أطلعت عليها رويترز أن العديد من الطلبات التي تقدمت بها جماعات إغاثة إنسانية للحصول على موافقة الأمم المتحدة لشحن مساعدات إلى كوريا الشمالية معطلة منذ أشهر بسبب طلب الولايات المتحدة مرارا المزيد من الوقت للنظر فيها. وشدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ عام 2006 لقطع التمويل عن برامج بيونغ يانغ النووية والخاصة بالصواريخ البالستية، لكن تلك العقوبات تنص أيضا على أن بإمكان جماعات الإغاثة أن تطلب إعفاءات لإرسال مساعدات إنسانية. وتقدم طلبات جماعات الإغاثة إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن على أن يتم الموافقة عليها بالإجماع. الجدير بالذكر أنه كان من المخطط أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وإحدى كبار المسؤولين من كوريا الشمالية في نيويورك لاستكمال المفاوضات والتخطيط للمحادثات القادمة بين ترامب وكيم، لكن نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قالت إن الاجتماع تم إرجاؤه لأن مسؤولين في كوريا الشمالية لم يكونوا مستعدين. وأعلن موقع أمريكي متخصص بمراقبة كوريا الشمالية عن توقف تفكيك مواقع صاروخ بها منذ أغسطس الماضي. قال 3 مصادر أمنية في طاجيكستان إن سجنا على الأقل قتل و2 من الحراس في سجن شديد التحصين بمدينة خوجانيا بشمال البلاد حيث وقع تمرد. وأكدت السلطات المحلية وقوع شغب في السجن الذي يضم أشخاصا أدينوا في اتهامات بالتطرف، لكنها لم تقدم المزيد من المعلومات. وتقع خوجاند على بعد نحو 300 كيلومتر شمالي العاصمة دوشنبه. وقال مسؤول أمني إن السجن استدعى قوات الأمن للمساعدة في احتمال أو إخماد أعمال الشغب التي انتهت الآن بعد مقتل 25 سجينا. أشعلت إحدى المدن شمال الهند مئات الآلاف من الفوانيس بإطار احتفالات بمناسبة ديوالي، حيث تم كسر رقم قياسي عالمي. وذكر التقرير الصحفي أن الاحتفالات التي ستعم الهند وخصوصا مدينة
أيوديا على مدى الأيام الخمسة المقبلة ستكون مميزة مع نيل البلاد تتويجا جديدا من مجموعة أرقام جينيس القياسية. وأضاف التقرير أن أكثر من 3000 فانوسا زيتيا أشعل بنفس الوقت لأكثر من 5 دقائق بمساعدة من السكان والزوار الذين جاءوا من مختلف أنحاء البلاد وخارجها للمشاركة في هذا الحدث السنوي. كما أظهر مؤشر أن قياس التلوث في جودة الهواء في العاصمة الهندية نيودلهي سيء جدا، وأن التلوث بلغ مستويات شديدة، مما يشير إلى أن التعرض طويلا لهذا الهواء قد يسبب أمراضا بالجهاز التنفسي. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.